مشاهدينا الكرام، ما تنسوش تديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد من الأخبار الوطنية والدولية. في خبر دار ضجة كبيرة، انشر واحد الناشط معروف في فيسبوك أمين أمنير تدوينة قال فيها باللي كاين اكتشاف غريب في واحد المنطقة في المغرب وين خرج سائل يشبه للبترول. وحسب واش قال باللي صاحبه كان يحفر بير عادي ومن بعد تفاجأ بسائل كحل خرج من الأرض. باش يتأكدوا خداو منه عينة وجربوها في محرك تاع بومبا، والمفاجأة باللي خدم عادي، وهذا خلاهم يرجحوا باللي ممكن يكون نفط. وزاد قال باللي هذا الشيء ما كانش مخطط له، يعني جاء صدفة، وهذا اللي زاد كبر الجدل. ومن بعد انتشار الخبر السلطات والدرك حضروا للمكان وعينوا البقع، وأكد زادا باللي عنده فيديو يوثق كلش، وتحدى أي واحد يشكك يجي يشوف بعينيه ويجرب بنفسه. وقال باللي السائل يخرج من البير ويشبه بزاف للنفط الجاهز للاستعمال. واختم كلامه باللي إذا هذا الاكتشاف يتأكد ممكن يفتح باب كبير للاستثمار ويبدل نظرة البحث على البترول في المغرب. بالصح هنا لازم نهدروا شوية بالعقل. كاين حاجة ما تدخلش للمخ، كيفاش سائل يخرج من الأرض وتستعمله مباشرة كيما المازوت؟ هذه علميا ماشي منطقية. على خاطر البترول كي يخرج من الأرض يكون خام، يعني لازم يتصفى ويتعالج في مصافي باش يتحول لمازوت ولا بنزين، ماشي هكا مباشرة تعمره في الماكينة وتخدم عادي. ممكن يكون السائل قابل للاشتعال صح، بصح هذا ما يعنيش باللي هو مازوت حقيقي ولا صالح للاستعمال المباشر. الخلاصة، الخبر يبان مشوق، بصح لازم نكونوا واعيين، ماشي كل حاجة كحلة وتتشعل نقولوا عليها بترول. مشاهدينا الكرام، ما تنسوش تديروا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد من الأخبار الوطنية والدولية.